السلام عليكم ورحمة الله. كيف راكم دايرين؟ بخير، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جبت لكم طرطة باردة ومنعشة بثلاثة طبقات بالفواكه، وغادي تشوفوا معي. يلا شوفوا الطريقة. غادي نحتاج في المقادير سكر خشن، 2 بيضات، دقيق الفرز والفاني وشاسي ديال الخميرة بيكنج باودر والحليب والزيت والملح. بسم الله على بركة الله. ناخدو 2 بيضات مع قبيص هاد الملح مع 7 المعالق السكر. حسبوا معايا: 1 2 3 4 5 6 7. صافي، وغادي نطرب مزيان. غادي نزيد فاني نحاول نخلط مزيان باش ما تبقاش سنيده عندي، خاصها تذوب. غنضيف 7 المعالق ديال الزيت. حسبوا معايا: 1 2 3 4 5 6 7. وغادي عاوتاني نمزجهم مزيان مع البيض وسنيده. تحسبوا معايا ولا نحسب بوحدي؟ 1 2 3 4 5 6 7. واحد راه مغربل. 2 3 4 5 6 7. وغنزيد 8. وغادي نضيف 1 كيس من خميرة الحلويات بيكنج باودر 8 غرام. خديت المول اللي كيتحل من الجنب، دهنته بالزبده ورشيت عليه الطحين صافي. وغادي نفرغ الخليط ديالي، راه كيجي خفيف. صافي، دابا غندخلها للفران على درجة حرارة 180. الا كان فرن كهربائي، كان فرن غازي، كتشعلي الفران سخان، تنقصي عليها وتخليها، حيت هي راه جينوازه ماشي كيكه عاديه.
بالنسبه للسيرو اللي غنسقي به الكيك ديالي كنحتاج كاسونس ديال العنبه، وغادي ندير 4 المعالق ديال السكر. صافي هو السيرو ديالي وجد. غادي نزيد واحد طرونش والجمواز ديالي حتى هي راه طابت، كتجي رطيط بشيشه. دابا غنبقى نسقيها، استعملوا معلقه ولا فرشات. بالنسبه للكريمه نحتاج نص لتر د الحليب، غنحتاج 3 المعالق ديال النشا مع شاسيد فاني، وغنحتاج 3 المعالق السكر. ساهله يا البنات، غير ما تعكزوش. غادي نضيف، غنزيد الكميه نص كميه ديال الحليب اللي في الاول، وغنضيف ليه السكر والنشا، وغنزيد ديك شاسيد فاني، وغادي نحرك مزيان، وغادي نزيد نضيف الكميه المتبقيه ديال الحليب، وغادي نشعل النار مهيله. يدك ويد تحرك اختي، من بعيديش من حدا البوطه، تمشي تلصق لك وتطلق لك المروره. صافي غادي نبقى نحركها مزيان مزيان ونشعل البوطه. ما كتديش منك وقت كثير. ها هي صافي عقدات معايا مباشره. غنطفي عليها وغادي مباشره غادي نكبها فوق الجينواز، وغنخليها شويه تفقد الحراره ديالها. مباشره غادي نبدا دابا نقطع. اختي الا عندك شي فواكه مخازناهم نوضي جبديهم دابا تزوقي بهم، وريني حنتك في الزواق. صافي غادي نخليها على جنب ترتاح، وغنجبد الفواكه. عندي شويه الفريز، شويه الكيوي، وقيله 5 ديال الفريزات، وجوج كيوي وبنانه. صافي كنقطعهم وغنزوق بهم. يلا ما تعكزيش، نوضي ديريها اختي، نوضي لا باقي ديال المقادير ونوضي ديريها، ما غتنميش عليها، كتعجب الصغار والكبار. مورا ما كملت تقطعت الفواكه ديالي كندوز نعصر. غنحتاج عصير الليمون في الطبقه الاخيره. ما تعكزيش، اخر طبقه. بالنسبه للطبقه الثالثه والاخيره عندي كاسونس ديال عصير البرتقال، وجوج ديال الفلون عادي ديال درهم. صافي غندير 4 المعالق ديال سكر خشن، سكر سنيده، وغادي نحرك مزيان. غنشعل عليه النار مهيله حتى تطلعوا الغليه. صافي غنكبو مباشره على الكيك ديالي. صافي غادي نخليها تفقد الحراره ديالها، مباشره غندخلها للثلاجه واحد ساعتين غتكون واجده. يا البنات هي الكيكه ديالي مرمى دازت ساعتين. غنحاول نحيد لها الجنيبات بالموس باش تفتح معايا بكل سهوله.
غادي نديمو ليها من المول ونتلاقاو باش نذوقوها مع بعض. نقطع طريف كتقطع معاك بكل سهوله، وكنتمنى تجربوها، كيجي مذاقها رائع وزوينه. بالنسبه هكا للصيف في وقت هذا الربيع منعشه. نتمنى تجربوها وما كرهتش نذوق اي وحده فيكم. نتمنى تكون معايا في هذه اللحظه اللي كنذوق فيها. تمنيت نهديها لكم كاملين. يلا حبيباتي، خليتكم على خير، نتلاقاو فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامه.